السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم راه جينا للطبيعه كما كتشوفوا، علاش نقلبوا على نبته التيفاف. نبته التيفاف راه مفيده للحسون الخوت، راه كيموت عليها الحسون وطائر الكناري، وراه مهمه للتجهيزيه. نبته التيفاف هي ديال الاخوان، هي راه لقينا وحده، هي هذه. الا ما كيعرفهاش، هذه راه كيعشقها طائر الحسون هذه، ومهمه في هذه الفتره هذه، مفيده للجهاز الهضمي ديال الطائر، وكذلك محفز جنسي للطيور. هذه يا الاخوان الشيخ، هذه يعطيوها الطيور ديالكم، هي هذه عندها الورده ديالها صفراء الشيخ. المهم الاخوان، حنا غنقدموها للطيور وغتشوفوا كيفاش كيتعاملوا معها وكيفاش كيحبوها. يقدر الطير الا كان اول مره غتعطيها ليه ما يكونش مولفها، تقدر تجي في شكل، ولكن قد ديرها ليه نهار الاول نهار التنائف وغيذوقها، غيولي ياكلها كامله. هيا الاخوان، دابا هنا باقي ما مقلعش، كاينه بهذا الشكل عاوتاني الشيخ. هذه هي باس الورود ديالها. عاوتاني كاين هاد النبته الحريق، اللي ما كيعرفش الحريق راه مهم الاخوان. حتى هي من تبغي تقطعوها يعني راه كتحرق، حاولوا تجنبوا تلمسوها بلاصه. هي هذه البذور ديالها مهمه للحسونات. هذا هو فيتامين او طبيعي. هي هذه الحريقه الاخوان اللي ما كيعرفهاش. المهم هذه الحريق وهذه التيفاف، او كاين اللي كيقول لها الهندباء. هي هذه لما كتقطعها كتطلق واحد الحليب، كاين اللي كيقول لها الحليبه. شتي الاخوان، هي راه المذاق ديالها حار، ولكن راه كيعشقوها الطيور. طائر الكناري، طائر الحسون، تقريبا جميع الطيور كيحبوها. هادشي اللي كاين الاخوان، تبارك الله عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. المهم الاخوان، غنمشي نوريكم طريقه التقديم ديال الطيور وتشوفوا الطيور كيفاش كياكلوها. خليكم معنا. هذا الاخوان راه اول مره غنعطيو الحريق، يعني باقي مولفاش. يذوقها غتعجبو. كياكل الزريعه ديالها. شتو دابا مازال غنعطيو الفراخ تيفاف ونوريكم الفيديو ديالها. الله يسخر الجميع الموالي الاخوان، تبارك الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.